السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى فيديو تشجيعي وروتين جامد جدا. النهارده يوم الجمعة، يعني خضار الاسبوع وطبيخ وكل حاجة ممكن تتخيلها ممكن تحصل النهارده. اول حاجة ده حاجة الاسبوع هنرصها مع بعضينا، وهنعمل الغدا وهنعمل الفراخ هنشويها في الفرن. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة دي طبعا القوطه والبصل والجزر والفلفل هنحطهم في الخلاط ونتبل بيهم الفرخه. هقطعهم واضربهم في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. وهنا بقى ضربت القوطة والبصل والجزر وقرن الفلفل وحطيت عليها التوابل وهنزل بالفرخة. ده الاستاذ ابراهيم طبعا حضراتكم عارفينه. بص الفرخة هعمل لها التتبيلة دي وهنسيبها شوية مع بعضها كده، يعني مثلا حوالي ساعة كده تتساب شوية عشان الفرخة تشربها. وما تنسيش بقى وانت بتعملي التتبيلة دي تخرمي الفرخة كلها عشان خاطر تستوي وما تاخدش وقت معاكي في السوا. كده حطيت الصلصة عليها اهو. بسم الله ما شاء الله، بجد كان طعمها تحفة اهو. كده حاطينها. متنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا عليا كده تصلوا على النبي وتدعوا كده ربنا يوفقكم في حياتكم يا رب، وربنا يجعل السنه الجديده دي سنه سعيده علينا كلنا. واي حد في حاجه حصلت له السنه اللي فاتت ربنا يكرمه ويعوض عليه باحسن منها ان شاء الله السنه دي. كده بقى هنعمل معاها كمان صينيه بطاطس. كنت المفروض اعمل البطاطس مع الفراخ بس البنات كانوا عايزين الفراخ لوحدها. هنحط السمنه ونسيحها ونقطع البصله شرايح وهننزل عليها. هتتشوح كده مع نفسها شويه، وبعدين هنقطع جزرايه رفيع. هنحاول نخلي الجزرايه رفيعه، مش هنتخنها قوي. ادي كده البصله بتتشوح وادي الجزر. وطبعا كالعاده انتوا عرفتوا خلاص الفلفل ده اساسي في كل الاكل عندي على فكره. هنقلبهم مع بعض كده، نخلي الجزر والبصل يندمجوا مع بعض شويه. متنسيش بقى وانتوا تتفرجوا عليا تصلوا على النبي. خلينا ناخد حسنات مع بعضنا. ونزلنا بالفلفل كمان ونقلبه. وادي البطاطس هنحطها عليها. البصل ما اتحرقش اقسم بالله، بس هو عشان خاطر بس هو بصل احمر، فلما بيتحمر لونه بيغمق شويه. هنزل بالبطاطس ونشوحهم ونحط بقى الصلصه كمان. بصوا ورقه البوتاجاز دي انا كنت جايباها والله ما كملتش معايا شهر، بس طلع نوعها من النوع الوحش اللي هي بصوا اتحرقت ازاي. اصلا اتحرقت مني وانا بحط الفراخ على البوتاجاز، اتحرقت مني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هسيبهم مع بعضهم بقى شويه. نرجع بقى لحاجات خضار الاسبوع. القوطه ما شاء الله الطماطم كان شكلها حلو. ارصها. ما بحبش احط الحاجه انا بالشنطه كده، في منظمات بتيجي في التلاجة بس ان شاء الله ناويه اجيبها بس شويه كده يعني. ادعوا لنا بقى. هنحط الطماطم اهي والليمون. انا عامله الليمون علبه مقفوله. وادي الجزر. كل ست بتبقى عارفه ايه اللي ناقصها في التلاجة بتاعتها، فانا عامه بجيب الخضار بتاع الاسبوع ده من يوم الجمعه. بس ممكن تبقى حاجات ناقصاني في نص الاسبوع بجيبها بعد كده يعني عادي. عندنا السوق متوفر الحمد لله. وهفضي الفلفل دلوقتي. ما شاء الله الفلفل جميل. بص القرن فيه البركه. بصوا اللهم بارك. لو انت بقى اول مره تشوفيني حاولي تدعم اختك وتشتركي في القناه ونخلينا اخوات كلنا مع بعضينا. لو في اي حد عنده فكره حلوه ولا حاجه ممكن يقولها لي. وفي حد كان في التعليقات بيقول لي لو عازم نفسه عندي، والله العظيم ينور. مش بعزم والله، بتكلم جد. تشرفوني في اي وقت. وبرتقان وجبنه موز. ده البرتقان الزياده هحطه في طبق على جنب كده، وحط في بس طبق الفاكهه على قد بس البنات اللي رايح واللي جاي ياكل منه بس كده. هرص الموز. متنسوش بقى في السنه الجديده دي كده نصلي ركعتين لله وندعي ربنا ان ربنا يعوضنا بكل حاجه خير يا رب. ويدعوا لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم. ادي كده الحاجات الزياده حطيتها على جنب. وهاجي بقى ارص الخيار هنا. الخيار بقى غالي قوي يا جماعه، حتى الخيار وصل ل15 جنيه ما شاء الله. يعني الخيار تمن الموز والله العظيم، ده ب15 وده ب15. هرص الخيار
وادي البطاطس وسط البصل. البطاطس تمنها قل شويه هي والبصل، يعني البصل ب25 والبطاطس بقت ب8 جنيه. اللهم صل على النبي. وجبت قرنبيطه حلوه جميله وبطاطا، وادي البطاطس وادي البصل وادي الخضره. انا جايبه خضره كتير على فكره بس شلتها في كيس تاني. وادي البطاطس بتاعتنا حطيناها على النار اهي ما شاء الله خلاص تقريبا دخلت في السوا. وهنا الفراخ هتاخد غلوتين بس كده احس ان هي دخلت في السوا خلاص. وانا قلبتها على الناحيه التانية، كنت حاطاها على الناحيه ده بقى المشروب ناسف للدهون بجد والله العظيم. يعني حاولوا تجربوه كده، اي حد متضايق من وزنه كلبش شويه ممكن يعمل الموضوع ده بقدونس بميه هنغليه وهنشربه عادي. بصوا الورقه بقى بتاعه البوتاجاز اتحرقت مني ازاي والله العظيم، ولعت وانا واقفه. وانا كده خلصت الاكل خلاص ورصيت حاجه التلاجة. وادي الفراخ شكلها تحفه، فراخ وبطاطس ولسان عصفور وطبعا رز بشعريه. وده المشروب ناسف الدهون، هجربه وهمشي عليه فتره، لو ربنا كرمني بيه هقول لكم يا جماعه مش هكدب عليكم والله. وده الاستاذ ابراهيم بيقول لكم ما تنسوش بقى تدعموني وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.